يا جماعة، الدنيا اتقلبت في 3 أيام بس، والحقيقة اللي لازم كل الناس تعرفها رؤية مصر كانت صح من الأول. مفيش حرب ومفيش تهجير ومفيش أي حاجة زي ما الناس كانت بتخوفنا. ليه؟ عشان مصر هي العمود الفقري للعالم. لو مصر وقعت العالم كله هيقع. اللي حصل إن الرئيس السيسي قلب الطاولة على الكل. في كلمته الأخيرة قالها صريحة: أنا مسؤول عن الشعب المصري، ومصر أولاً وثانياً وأخيراً. وفجأة الكلمة اللي رجت الدنيا كلها: إسرائيل عدو. كلمة ما اتقالتش من أيام السادات ومبارك، كانت رسالة تحذير نارية: لو كملتوا في الطريق ده هتبقوا أعداء. السيسي ما راحش اجتماع ترامب مع القادة العرب، ما استناش صورة جماعية، استنى يشوف ترامب نفسه هيعمل إيه. وفجأة لأول مرة ترامب طلع بخطة مكتوبة وموفقة لوقف الحرب. يعني التحرك المصري جاب نتيجة. السيسي وقتها هدى النغمة وقالها للعالم: أنا مش رايح أضرب، أنا رايح أعمل توازن قوة. أنا مش هغامر ب 120 مليون مصري عشان أوهم حد إني بطل. أنا رئيس مسؤول مش مقامر. وخد بالك، ده مش كلام عاطفي. الراجل قالها قناة السويس خسرت 9 مليارات دولار بسبب الحوثيين. 9 مليارات دولار، يعني مستشفيات ومدارس راحت. يعني أنا أدخل حرب وأدمر اقتصاد بلدي؟ اللي أكد كلام مصر كان ضياء رشوان: مفيش تهجير ومفيش حرب. إسرائيل الكبرى وهم مش هيحصل. إزاي 9 ملايين يقفوا قدام 200 مليون؟ وبالفعل مصر فرضت شروطها: 1. وقف نار كامل ودائم. 2. ممنوع ضم أي شبر من غزة أو الضفة. 3. غزة للغزاوية، لا تهجير ولا كلام فاضي. 4. أي خطة لازم تراعي مصالح مصر والأردن. دي مش صدفة، دي مشاورات وضغط سياسي ذكي. واللي حصل، السفير الإسرائيلي نفسه قال: مصر كسبت. الخلاصة: القوة مش إنك تدخل حرب وتخسر، القوة الحقيقية إنك تبني اقتصاد، جيش وسياسة يخلوا العالم كله يسمع لك. وده اللي خلى ترامب نفسه يقول لنتنياهو: كفاية قوي كده،